كان في تصريحات من وزارة الرياضة وكلام على المواقع، موقف عودة رئيس نادي الزمالك لكرسي الرئاسة في النادي. ايه الموقف؟ ايه الحكاية؟ واحنا مستنيين ايه اللي هيحصل؟ طب اديني فرصة بقى عشان الموضوع ده شائك وفي أكثر من رأي يا أستاذ عمرو. ده خد وقتك بس تفهم الناس ايه الموقف دلوقتي. بص يا أستاذ عمرو، لائحة نادي الزمالك كانت حكم ببطلانها، وبالتالي تم العمل باللائحة الاسترشادية للوزارة. اللائحة دي فيها مادة 41 اللي انت حافظناها، مصر كلها حافظتها، بتقول ان العضوية بتسقط مع وجود حكم نهائي بات، وده ما حصلش. ما حصلش ليه؟ عشان نبقى مفهمين الناس. لان الحكم ده كان في شهر 8، في شهر 8 وقتها حصل ان في قضيه اترفعت من منافسي مرتضى منصور عشان يتم اسقاط عضويه مرتضى منصور. وزاره الشباب والرياضه احالت القصه دي الى هيئه مفوضي الدوله، وبالتالي في 25/2 لما اتحكم بحبس مرتضى منصور يا استاذ عمرو، وتم ارسال خطاب الى مجلس اداره نادي الزمالك عشان يسقط العضويه، مجلس اداره نادي الزمالك رفض. ليه؟ ارسل خطاب وقتها الوزير قال له في قضيه في هيئه مفوضي الدوله من شهر 8 وانت نفسك ما حكمتش واحلتها لهيئه مفوضي الدوله، فانا ما اقدرش اسقط عضويه رئيس النادي او عضو في النادي او عضو مجلس اداره وهي منظوره امام القضاء، فانا مش هسقط. وبالتالي تم التعامل مع مرتضى منصور انه ما زال يحمل صفته وما زال رئيس النادي. خلال الشهر ده هل حضرتك شفت حد برئيس نادي الزمالك؟ مفيش. هل تم اسقاط عضويه مرتضى منصور؟ ما حصلش. ليه؟ انتظارا لرد هيئه مفوضي الدوله. عشان كده بنقول ايه بقى يا استاذ عمرو؟ مرتضى منصور في رايين. راي بيقول ان طالما لسه ما اصدرش الحكم من حق مرتضى يزاوي صلاحياته من بكره. طيب يا مرتضى منصور زاوي صلاحياته من بكره، لو حصل قرارات هتكون بعد كده مصيرها ايه؟ لو هيئه مفوضي الدوله قالت يسقط عضويته. تمام؟ طيب الراي الثاني، هي المفروض هيئه مفوضي الدوله هتقول رايها امتى؟ لسه تنظر. ليه؟ لان لسه مرتضى منصور امامه 4 قضايا تانية بيتم النظر فيهم في شهر 5، سب وقذف تانيين في اشخاص تانيين ومنهم برضو الكابتن محمود الخطيب. وبالتالي تصريحات وزير الشباب والرياضه كانت واضحه في القصه دي. احنا مش هنصدر اي حكم او اي بيان الا لما نرجع للوائح، ومش هناخد قرار عشوائي الا لما نشوف الامر بالشق القانوني من خلال اللجنه القانونيه للوزاره ومن خلال اداره الفتوى وانتظار قرار هيئه مفوضي الدوله اللي هي تبع محكمه القضاء الاداري. الموضوع شائك. البعض بيقول ومنهم مجلس اداره الزمالك ومنهم مرتضى منصور نفسه ان من حق بكره انزل ازاوي صلاحياتي لان انا رئيس نادي الزمالك لم يتم اسقاط عضويتي وبالتالي انا رئيس نادي الزمالك. البعض تاني بيقول لك لا مش من حقه لان في حكم نهائي بات بحبسه والحكم ده اتنفذ. فاحنا امام موضوع قانوني في لبس او التباس، وبالتالي هننتظر نشوف راي وزاره الشباب والرياضه ايه وراي القضاء ايه. هنشوف بكره او خلال الساعات اللي جايه ما هو مصير مرتضى منصور من العوده الى مزاوله. لا هو مين اللي هيقول؟ حاجتين. اول حاجه وزاره الشباب والرياضه لان هي لا وزاره الشباب والرياضه قالت رايها، قالت انا لسه بتكلم مع المستشارين ومش هاخد قرار متسرع، فده خلاص على جنب. مين تاني؟ هيئه مفوضي الدوله ان في حكم. هيئه مفوضي الدوله لما هتقرر، عندما تقرر هتقرر الاسبوع ده، الاسبوع اللي وراه، كمان شهر. لما التقرير بيبقى عند هيئه مفوضي الدوله ما بيبقاش ليه توقيت معين نعرف فيه القرار. معاك حق، لكن مجلس اداره الزمالك بيقول انا لما ارسلت خطابي للوزير بان هناك قضيه لهيئه مفوضي الدوله وبالتالي لن اسقط عضويه مرتضى منصور او ازيل صلاحياته. يبقى احنا مش مستنيين. لا بص يا احمد، يبقى احنا مش مستنيين حاجه. لا احنا مستنيين. ايه؟ مستنيين رد الوزاره وفقا الوزاره ردت الفتوى القانونيه من الوزاره. لا الوزير يا استاذ عمرو كلامه هو الوزير بقاله شهر ما عرفش ياخد فتوى قانونيه من الناس اللي قاعده معاه في الوزاره، والا كان اصدرها.
طب ده يبقى كلام ليه؟ واضح وصريح. ايوه ما هي الوزاره اتكلمت خلاص، قالت من يومين مطلعه بيان واضح، قالت انا لسه هشوف ومش عايزه اتسرع، فلسه الوزاره هيئه المفوضين دي بتاخد وقتها، ممكن تطلع قرار الاسبوع الجاي وممكن السنه الجايه. بس الوزاره ما منعتش مرتضى منصور يا استاذ عمرو. بيان الوزاره الاولاني او خطاب الوزاره الاولاني لم يصل الصفه عن مرتضى منصور كرئيس. هو بعت لمجلس الاداره قال له وفقا للماده 41 محتاجينك تعمل كذا، تعين واحد يقوم باداره الاعمال. فلما الزمالك بعت الخطاب وقال له انه في قضيه امام مفوض الدوله وانت نفسك كوزير ما اسقطتش العضويه في شهر 8، وبالتالي الوزير انتظر. فهنا احنا امام موقف قانوني لم يحسم من الوزاره. يعني الوزاره قالت ما ده اللي احنا بنقوله، يرجع، انه لسه الوزاره ما حسمتش وهيئه المفوضين ما حسمتش، وبالتالي حد عنده معلومه مرتضى من حقه يرجع بكره ولا لا؟ طب لو رجع بكره ايه الموقف القانوني؟ طب اخذ قرارات ايه اللي هيترتب عليها بعد كده لو هيئه مفوضه الدوله قالت مش من حقه انه يرجع وعضويته اسقطت؟ طب خلينا نسال في حاجه احنا نقدر نوصل لها لاجابه، لان الموضوع ده ملوش اجابه يعني. مين مدرب الزمالك دلوقتي؟ حاليا احمد عبد المقصود بيقود الزمالك فنيا امام البنك الاهلي لحين التعاقد مع مدير فني اجنبي وليس مصري. مفيش خالد جلال، مفيش اي اسم مصري هيقود الزمالك الفتره الجايه. ليه؟ الموضوع بسيط جدا. الزمالك عنده ماتش امام شباب بلوزداد وده تحصيل حاصل، عنده ماتش النهارده امام البنك الاهلي في كاس الرابطه، فهم شافوا ان هم ما يستعجلوش لسببين: ما عنديش ارتباط قوي، كمان في انتظار خروج او عوده رئيس الزمالك من وجهه نظرهم مرتضى منصور لحسم القرار واتخاذ القرار الصحيح او اتخاذ القرار فيما يخص المدير الفني. هم انتظروا السببين دول. الاستاذ احمد درويش الناقد الرياضي، بشكرك شكرا.